واخد بالك. وبعدين ما هو جه. طب صحيح ان المهندس يحيى الكومي اتصل عليكم اكتر من مره علشان ما حصلش. هو طلع في برنامج تلفزيوني وقال انا هجدد. يجدد ايه؟ لحسني عبد ربه، هو قال كده يعني في برنامج تلفزيوني. نعم. لكن احنا باتصال ما حصلش انه اتصل بيا ولا باي عضو من مجلس اداره ولا حتى بالجهاز الفني ولا باي حد. وانا سمعت الكلام ده تصريح في الفتره ديت كان في التلفزيون، ما اعرفش برنامج ايه وكده وبتاع. واحد حتى سالني قلت له هو الكلام عليه جمرك. نعم. ما هو عشان بيسالني طب تم ما تمش، قلت له انا ما اعرفش يعني انما لان رسميا ما حدش كلمنا في ان احنا كل حد مد ايده للنادي الاسماعيلي واحنا موجودين. واخد بالك انت كنا بنديله، لان اصلا دي ما هياش عزبه، احنا كانت بتاعتنا. واخد بالك ده حتى لو عزبتك وحد جاي يحط لك فيها حاجه تقول له متشكرين يعني، ما ده مش منطق يعني. واخد بالك. والحاجه الثانيه ما هو جه بعد مني يعني. طب تفسر بايه هجوم المهندس يحيى الكومي ان هو شايف ان انتوا عشان احنا اصلا قدرنا نكسب القضيه اللي كان رافعها ضدنا بانه عايز يسترد 11 مليون و800 الف من النادي الاسماعيلي. هو قال في التصريحات معايا برضه عشان اكون دقيق الراجل. انا نوب عنه دلوقتي. هو قال انا كنت بعملها مناوشه بس معاكم. يعني ازاي مناوشه يعني؟ هو ده تصريح انا مش هفسره. يعني واحد بيرفع عليك قضيه بيجرك لمحاكم، بيجر النادي الاسماعيلي اللي هو كان رئيسه المحكمه. واخد بالك انت، يبقى هو مش باقي على النادي الاسماعيلي. دي واحده. الحاجه الثانيه انه عايز يسترد الفلوس دي بغض النظر عنها دخلت بشكل صح او ما دخلتش بشكل صح. ولما خسرها في المرحله الاولى الحكم في المحكمه الابتدائيه استأنف. ده معناه ايه؟ يعني هناك اصرار استأنف على الحكم. استأنف. واخد بالك. ما الحكم بقى خلاص بات ونهائي بالاستئناف لان اتأيدت في الاستئناف. جميل. واخد بالك. بشكرك مره ثانيه على يعني الصدر حضرتك. ده في قصه ثانيه بقى. اتفضل. بناء على هذا الحكم كان المهندس يحيى الكومي استرد 3 مليون وشويه ايام ما باع احمد فتحي. فالجهاز المركزي وكل الاجهزه الرقابيه قالت لك الله، يعني الفلوس اللي خدها دي كانت غلط حتى وان كان هو اللي دافعها، فمطلوب ان انت تطالبه بردها. تمام. لا مش ما خدتش الجهات الاداريه الصح ليه؟ واخد بالك. فاحنا طالبناها بردها، فدي كانت المساله الثانيه. واخد بالك. وراحت النيابه والنيابه بتحقق فيها، بس انا ما اعرفش، انا مشيت طبعا قبل ما المساله تنتهي. ما اعرفش ايه اللي تم فيها دلوقتي. المفروض المجلس اللي كان موجود كان يتابعها يعني. واخد بالك. وهو لما جه للاسف الشهر اللي قعده او ال20 يوم في النادي كان عايز يستخلص قرار من جوه مجلس اداره النادي الاسماعيلي بان هذه الفلوس حقه. واخد بالك. وبعد كده هو يبقى يقول يتنازل عنها ولا لا، على اساس القضيه تبوظ يعني. نعم. والقرار ده ما لحقش يطلع من النادي الاسماعيلي لان كان في البعض للاسف كان بيأيدوا في هذا الكلام. جميل. انا عندي خبر تقريبا بتاريخ 1 يوليو 2011 والعنوان بيقول المهندس نصر ابو الحسن نسعى للحصول على عقد رعايه مثل الاهلي. نجحت ولا ما نجحتش فين التصريح ده؟ ولا قلت انا حاجه كده؟ ده اكون فاهم. انا راجل ما بنفصلش. انا راجل مهندس. واخد بالك انت. وبحب دايما ان انا لما اعمل حاجه اعملها على اسس. احنا لما جينا نسوق مش واقع، مش استسلام للواقع. في واقع وفي استسلام للواقع. تمام. احنا جبنا ناس يعني متخصصين في التسويق. تعالوا شوفوا لنا حكايه مشكله النادي الاسماعيلي. احنا قعدنا سنتين في مشاكل. الثالثه الاولى تعاقدنا مع الاهرام. نعم. يعني احنا كمان ما رحناش تعاقدنا مع الاهرام كده على طول. تعالوا شوفوا لنا كيف نسوق النادي الاسماعيلي بحيث ان احنا نوصل جميل لافضل يعني دخل ممكن يحققه النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي في نظرنا كلنا نادي كبير قوي ولا يقل عن الاهلي والزمالك وكده وكده. صحيح. فلنا الكلام الشركات معاها بتبقى معاها دراسات حوالين نسبه المشاهده في التلفزيون. سيبك من الملعب. واخد بالك. لان المشاهده في التلفزيون دي هي اللي بتسوق يعني الاعلانات. الحاجه الثانيه ومساله مهمه جدا لازم تبقى عارفها، استقرار المؤسسه اللي انت هتتعامل معاها. جميل. مهم جدا في التسويق. واخد بال حضرتك. شكل المؤسسه اللي انت بتتعامل معاها. اللبس يعني. مره وانا اقول لك على واقع مثلا حصلت مع نادي الزمالك. كانت احدى الشركات بترعى نادي الزمالك، احد لعيبه النادي الزمالك اللي داعي زي اسمه قلع الفانلة ورماها في الارض. الشركه ثاني سنه ما رضتش تتعاقد مع النادي الزمالك. واخد بالك. لان عشان انا احط منتجي على صدر قميص بتاع اللعيب لازم هذا اللعيب يحافظ على هذا الاسم اللي محطوط على اسمه على صدره والفانلة اللي هو لابسها. واخد بالك. فكل الامور دي لما احنا نقعد نشتم في بعض ونتخانق مع بعض ونشيل مجلس ونحط مجلس ونجيب مش عارف ايه وكلام من ده، يبقى انت تسويقك هيبقى